مساء الخير. الموضوع اللي جايين نتكلم عليه النهاردة موضوع بيهم ناس كتير وبنسمعه بالذات من ستات كتير، وهو التشتت. أنا مشتتة، أنا عندي أفكار كتير جدا ومش عارفة إن أنا أعمل إيه فيهم، أو أنا عندي مثلا حاجات كتير عايزة أعملها ومش عارفة أعمل إيه أو أبدأ بإيه فيهم. والمشكلة إن الموضوع ده بيخليكي تقفي مكانك أو تتحركي حركات ممكن تكون عشوائية شوية، فبرضه مش بتوصلي لأحسن حاجة، وبتحطك في دوامة وبتحسسك إن انتي تدي بقى أفكار سلبية كتير توكسيك، زي ما كنا بنقول أفكار توكسيك تقولك انتي فاشلة، انتي ما بتعرفيش تعملي حاجة، انتي ملخبطة، انتي مشتتة. فإحنا عايزين نحاول إن احنا نفهم الموضوع ده أكتر، ممكن يكون بيجي من فين، وإزاي إن انتي تبقي توكسيك فري من التشتت. في حاجات كتير كده جوانا حوالينا، شايفينها شايلينها وتعبانة. ازيك يا اسماء؟ اهلا يا دينا، ازيك انتي؟ انا عايزه اقول على حاجه. هو ساعات بتيجي افكار كده. الفكره اصلا نعمه ورزق فاللي يجينا فكره دي حاجه جميله جدا. صح. بس هي الفكره، انا ماشيه في طريق. لو انا ماشيه في طريق وكل شويه ايه ده فكره جميله، طب ما انفذها. ايه ده، طب الفكره دي عباره عن ايه؟ طب ما احاول اجربها. مش هوصل وهفضل مشتته بس. فهي الفكرة كلها ان حلوة قوي ان انا اكتشف، حلوة قوي ان انا اشوف الدنيا فيها ايه، حلوة قوي ان انا مش مكنة ماشية على خط قضيب قطر كده ومش هبص هنا ولا هنا. لا، اتس اوكي ان انا ابص، اتس اوكي ان انا استكشف، اتس اوكي كل الحاجات دي كلها. ولكن ده ما يوصلش لدرجة ان انا ايه ده، هو انا كنت ماشية رايحة فين اصلا؟ هو انا كان طريقي رايح فين؟ هو انا كان زماني وصلت، بس انا قعدت ابص يمين وشمال فما وصلتش لاي حته في الاخر. وعلى فكره، هو ما بيبقاش استكشاف بس، على فكره هو بيبقى استكشاف وانتي بتجربي بقى في النص. وبعدين يجيلك اصوات بقى تقولك هو بصي بقى انتي بس لغايه فين وما خلصتيش اللي انتي كنتي بادئه بقالك 3 سنين وما عملتيش فيه اي حاجه. ف عشان كده الافكار النيجاتيف بتيجي. فهي الفكرة كلها، احنا لو عايزين الدنيا دي نوضبها نعمل ايه؟ يعني نقول الحمد لله على الفكرة اللي جت و... ونبتدي، والمجهود اللي احنا والخطوات اللي احنا عملناها في السكة اللي احنا مشيناها وابتديناها ما نضيعهاش عشان فكرة جت تنادينا من يمين ولا من شمال يعني. هي الفكرة كلها ان في حاجة اسمها فقه الأولويات. يعني وكأن ان انا دلوقتي انا عندي امتحان بكرة مثلا، وعندي في فيلم لسه نازل، الممثل والممثلة اللي بحبهم جدا. فدلوقتي مين اللي عنده أولوية؟ ان انا اذاكر المادة بتاعت بكرة وانجز فيها وعشان مجهودي اللي انا عمالة ابذله طول الفترة اللي فاتت دي، ولا الفيلم اللي انا مستنياه برضه بقالي كتير يعني اعمل ايه؟ فحاسة ان كل حاجة بيبقى ليها في وقتها، هي الأولوية دلوقتي. فاحنا محتاجين نرتب دماغنا، نشوف هو ايه الأولوية دلوقتي إيه الأولوية دي، رقم واحد. رقم اتنين، حاسة ان احنا محتاجين نطمن الفكرة، نقول لها يعني شكرا انك جيتي، وان احنا يعني هنعملك بس نخلص اللي في ايدينا مثلا وهنجيلك، وممكن تبقي كبرتي اكتر وجالك افكار اخواتك كتيرة سلوكي وعملوكي، عملوا منك حاجة اكبر واحلى. فيعني يعني الحمد لله على نعمة الأفكار، ودي حاجة جميلة جدا. بس فعلا لو سمعناها لدرجة ان احنا نحيد عن المسار اللي احنا ماشيين فيه اصلا، ده معناه ان احنا كده هنوصل للتشتت. عايزة أقول إن أنا مثلا لما بعمل سيشنز لومن ان بزنس بالذات، فدايما عندهم المشكلة دي كومن، فكرة إنه أنا مشتتة عندي أفكار كتير. فالسؤال اللي بيجي في بالي هو أنت عايزة تحققي إيه؟ يعني هو إيه الإند ريزالت، أو زي ما بنقول إيه هو الهدف فعلا اللي أنت عايزة توصليه؟ بتبقى الإجابة مش موجودة. فأنا عندي أفكار كتير وعندي حاجات كتير، بس أنا مش معنديش هدف واحد واضح قدامي أنا عايزة أروح له. أنا بس مركزة على أفكاري والحاجات الكتيرة اللي عندي. في كده زي مقولة بحبها اللي هي فكرة لو انت مش عارفة انت عايزة تروحي فين،
فمش هتروحي يعني كده كده يعني هيحصل ايه، يحاول ادخل يمين في شمال فعلى طول، لان انا مش رايحه حته معينه، فحس طول الوقت ان انا ما بوصلش وان انا مشتته اكتر، يحوقف مكاني من كتر ان انا مش عارفه اروح فين. فهو ده باختصار. لو انا حاطه اند ريزلت او هدف، ببتدي بعد كده احط تحته الحاجات اللي جوايا بقى، الافكار. في حاجات كتير كده جوانا حوالينا، شايفينها شايلينها وتعبانه. والحاجة اللي أنا بحب أعملها إن أنا بحب أحط الأفكار كده قدامي زي في بالكس. إحنا جوانا تشتت وأفكار من حاجات مختلفة، حاجات ليها علاقة بالبزنس، حاجات ليها علاقة بالعيلة، حاجات ليها علاقة بحاجات نفسي أعملها في حياتي، حاجات ليها علاقة بأفكار مشاريع مثلا. لو ابتديتي تجيبي ستيكي نوتس أو تجيبي ورقة وتكلاسيفاي الحاجات دي، تقولي والله دي أفكار جوايا أو حاجات عايزة أعملها خاصة بالبزنس، دي خاصة بالعيلة، دي خاصة بأنا بنفسي بتطوير نفسي، هتلاقي الدنيا اولا ابتدت تترتب شويه. بعد كده هتبتدي ان انت تبص لهم كخطوات. طب هو انا عشان اعمل دي انا ممكن محتاجه اعمل دي الاول، او انا محتاجه اعمل دي الاول. ابتديتي كمان ترتبيهم كخطوات، الدنيا هتبقى ابسط كتير. ولو ابتديتي بقى يبقى شايفه الهدف الكبير بتاعك قدامك، وتشوفي تفلتر بقى، والله دي مش هتمشي، مش هتساعدني اوصل للهدف ده، اشيلها، دي مش هتساعدني، دي هتساعدني، يبقى دي اولويه. هنا الدنيا هتفرق كتير. فجزء كبير بس اللي عايزه اقوله من التشتت بتاعي، وانا جوايا حاجات كتير او ملخبطه، ان انا نفسي مش مرتباهم، وانا نفسي مش عارفه احطهم في اطار. فده يعني كده زي اكسرسايز بسيط لو عملناه بيفرق كتير جدا. صح صح. وعايزه اقول لها حاجه كمان، حته ان هو انا اللي هحطه على جنب ده انا مش برميه عشان صح. الفكره تبقى غاليه قوي على صاحبتها، فمش هنرميها، هنجيلها تاني، وهجيلها تاني وانا بوعي احسن وبتجربه احسن، وجايز يعني جايز انا ابقى مستعد لها اكتر فانفذها احسن. فيعني هو مش تشتت، هو زي ما انتي ما قلتي كده يا دينا، احتمال تبقى الافكار اللي بتيجي دي بتخدم اصلا في الحاجه اللي انا ماشياها اصلا، تبقى حاجه بتساعد. صح. اللي احنا عايزين نقوله ان مهم جدا تفهمي ان الفكره اللي بتقوليها لنفسك كل يوم بتاعت انا مشتته انا مشتته انا مش عارفه اعمل ايه، دي فكره توكسيك. واحنا عايزين ان احنا نبتدي نتغير الفكره دي، نبتدي نبص لها بطريقه مختلفه. ممكن يكون انا عندي نعمه وعندي افكار وعندي حاجات كتير جوايا، فحاولي ان انت بس ترتبي الافكار بتاعتك دي، حاولي انت تبقي فاهمه ايه الهدف الكبير اللي انت عايزه توصلي له، ومن هنا ده هيساعدك ان انت تتخلصي من الفكره السلبيه دي. وبرضو تابعونا في برنامج توكسيك فري في رمضان، وشاركونا برضو اكتر عن اللي بتشايفه نفسها ان هي مشتته، هي بالنسبه لها حاسه بايه، او شايفه ان هي ليه مشتته. وتابعونا بقى في الحلقه الجايه في برنامج توكسيك فري في رمضان.